السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. معكم مطبخ رضا البسيط. وصفتنا اليوم طاجين معسل، مزيج ما بين المالح والحلو، كيجي أكثر من رائع. كنتمنى تجربوه. غادي ندوز معكم المكونات مباشرة. هنا عندي طريفات ديال اللحم ديال الغنمي، يستحسن يكون اللحم ديال الغنمي. صافي غادي نضيف عليه بالنسبه للتوابل الملح والابزار على حسب الذوق. عندي ضويمات الزعفران، ممكن تعوضوها الا كان متوفر بالزعفران شعره. عندي معلقه صغيره ديال القرفه ما تكونش عامره. صافي وغادي نضيف معلقه كبيره ديال السكينجبير ومعلقه ديال الكركم ايضا كبيره. غادي نضيف 2 فصوص ديال الثوم مهروسين مع كميه من القزبر والمعدنوس اللي كان عندي ديجا انا في المجمد. وغادي نضيف زيت المائدة تقريبا واحد نصف كاس. صافي غادي نشرمل هنا اللحيمه ديالي، وغادي نضيف واحد 2 بصلات مقطعين رقاق متوسطين فاش غادي تقلى ليا اللحم. غادي نضيف شويه ديال الماء، واحد ربع كاس. صافي وغادي نشعل عليه على نار متوسطه. هنا غادي ندوز نمرق الطاجين، غادي نمرقو يكون غليان. بالنسبه للوقت ما غاديش نعطيكم الوقت مضبوط لان اللحم كيختلف. صافي هنا بعد ما طاب لينا نص طيبه عاد غادي نضيف عليه البصل اللي قطعته دواور، والكميه بطبيعه الحال كتبقى على حساب افراد العائله. غادي نضيف واحد الحبه ديال الطماطم. هنا عندي العنب المجفف اللي غسلته وصفيته من قبل. نفس الشيء بالنسبه للبرقوق والمشماش، ممكن تكتفيو فقط غير بالعنب المجفف او بالزبيب، كيبقى لكم الاختيار وعلى حساب اللي متوفره عندكم ديروها. صافي هنا غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال السكر حبيبات على الوجه كما ذكرت معكم في الاول. طاجين ما بين المالح والحلو. غادي نضيف شويه ديال القرفه. صافي وغادي نغطي عليه يكمل الطياب ديالو حتى يتعسل لينا. هنا مره راني كنهز شويه د المرقه وكنديرها على الوجه قبل ما نطفي عليه ب5 دقائق. كنضيف واحد شويه ديال الزيت ارغان الا كان متوفر يكون احسن، كيعطي واحد اللذه زوينه. صافي هنا غادي نخليه يغلي 5 دقائق فقط وغادي نطفي عليه. كما كتلاحظوا راه تعسل. هذا هو الشكل النهائي ديالو بعد ما قدمته، كيجي اكثر من رائع، لذيذ بزاف. جربوه، ما تنسونيش من التشجيعات ديالكم ومن لي لايك، والناس اللي مازال ما اشتركوا يشتركوا. مرحبا والف مرحبا، وشكرا للناس اللي مشتركين على التعليقات الزوينه اللي كتحفزني. دمتم في رعايه الله.